السلام عليكم ورحمة الله، مساء النور. اليوم جيت نقدم لكم الطريقة الأفضل باش تفرجوا كأس أفريقيا 2024 غيبدا في 2024 في 14 يناير. تفرجوا على قنوات تي ان تي. بزاف ديال الناس عندهم مشاكل باش التقاط قناة تي ان تي، وعندهم صعوبة كذلك باش يركبوا واحد الخيط إضافي ثاني يطلع المنطقة في السطح باش يكون قريب الريزو ديال تي ان تي ساتيليت. ولهذا جبت لكم طريقه ديال انكم ما تعذبوش راسكم. استعمال خيط واحد اللي كيجي من بارابول. الخيط واحد غنستعملوا سويتش غنوري لكم الشكل ديالو كي داير. ها هو الشكل ديالو. الاول السويتش غنستعملوا جوج. الاول غيبدا من هنا، من عند من المنزل، غنركبوا بهذه الطريقه. سويتش اللي هو هذا ممكن يركب لكم، ممكن ياخذ لكم جوج خيوط. الخيط الاول اللي هو ديال تي ان تي، ها هو مكتوب هنا انتين هو لانتير، وكذلك ساتيليت. واحد غنركبوه في المنطقه البلاصه ديال الفيش ديال انتين تي ان تي، واحد في ساتيليت. واللي جاي وهذا اللي من نركبوه في لونتين، ها هي اونتين، غيكون بهذا الشكل معروف، الشكل معروف ديال لي زونتين. المنطقه ديالته هي هذه، ركبوه في هذيك المنطقه اللي فوق بلاصه ديال ريسيبتور ديال التلفزيون، ركبوا فيها هذا، ها هو. والثاني الخيط الثاني غيمشي ياخذ لينا من لونتين، من الساتيليت، وغيمشي الريسيبتور ديال بارابول، ها هو. او ممكن تركبوه في الريسيبتور ديال التلفزيون اللي عنده في هذه الامكانيه ديال الريسيبتور ديال التلفزيون، ها هوك. وديال ديال اونتين ها هو الثاني. والفيش سوختي غيمشي يطلع لينا الفيش اللي طالع على البارابول فوق السطح، باش نشدو باش نتفرجوا في القنوات البقره المغربيه، ونتفرجوا في الرياضيه كذلك التي ان تي اللي غيتنقلوا فيها المباريات ديال كاس افريقيا. باش ما نتعذبوش هذا المشكل ديالنا ديال التركاب وسميتو، ناخذوا خيط واحد اللي هو ديال بارابول، نستافد منه بالنسبه للبارابول، ونستافد منه كذلك بالنسبه للتي ان تي. كملوا معايا الفيديو. وكما كتلاحظوا ها حنا طلعنا للسطح، باش نوريكم التركيب ديالها. التركيب ديالها في بارابول. السويتش الثانيه راس كيمشي للبارابول ساتيليت، والثاني كنخرجوه التفريع الانتين. الخيط كيجي كيركبوا في اي اونتين بسيط كيف ما كان. هاد الانتين اللي استعملت الانتين القديم عندي ركبته عادي. المهم هاد الانتين واخا يكون غير مجرد حديده مثلا عندها تفريعات، ممكن تركبوا له هذا الخيط اللي جاي من سويتشا الجهه ديال انتين. ها انت التركيب ديالها بسيط، مكان مرتفع باش تلتقط لنا الاشاره ديال تي ان تي. وبهذه الطريقه غنكونوا حصلنا على اشاره تي ان تي باستعمال خيط واحد فقط. ركبتهم في لونتين في السطح. كنزل هنا باش ندير التحميل ديال القنوات البحث. بالنسبه للشاشه مثلا شاشه سمارت، بهذه الطريقه غنعاودوا نديروا البحث من جديد. انا من قبل ندخلهم، ولكن نعاود باش تستافدوا. هنا الطريقه باش نجي ندير بحث كتختلف، هي الطريقه بالنسبه للتلفزيون، ولكن هي نفس الفكره. بحث آلي عن طريق الانتين، عن طريق الانتين. ها هو كنتقل سيفون. بحث اوتوماتيكي باش يطلعوا لي قنوات تي ان تي الرقميه. سيفون. وكيبدا يقلب، كيبدا يبحث. وفي الغالب كيلقى 13 قناه اللي هي عدد القنوات الموجوده في الباقه. ها هو لقى لنا 6 القنوات، 13 قناه كما كتشوفوا، 13 قناه اللي هما لي شين نوميريك بارونتين، تلفزيون نوميريك بارونتين، التلفزه الرقميه عن طريق جهاز الانتين الارضي. 13 قناه كانوا تخوفي. فوالا تيرميني.
واشتغلوا بطريقة عادية. إذا هذه الطريقة ناجحة 100%. ها هما القنوات تي ان تي. بدل ما نركبوا جوج خيوط ونتعذبوا نجروا خيوط باش نركبوا خيط اخر باش نطلعوا للسطح ديال تي ان تي، بهذه الطريقة كما وريتكم في الفوق. ها هما القنوات ديال تي ان تي كلهم كاينين. وبهذا ما تحتاجش، الا كانت الاشاره في المدينه ديالك قويه ما تحتاج انك تركب اونتين في السطح، ممكن غير تلصقوا في الحديده ديال البارابول ما تخرجوا من التفريعه ديال السويتش اللي كاينه الفوق، او تركبوا اونتين عاديه بسيط. ونتمنى الطريقه تكون نفعتكم وفرجه ممتعه في كاس افريقيا وكاع القنوات وكاع المباريات ديال المنتخب. حظا موفق للمنتخب، والسلام عليكم ورحمه الله.